الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتعلم نقسم حد جبري على حد جبري، وهنقسم مقدار جبري على حد جبري. لو عايز أقسم حد جبري على حد جبري هقسم الإشارة على الإشارة والعدد على العدد والرمز على الرمز. 15 A تكعيب ده حد جبري، عايز أقسمه على 3 A، و3 A برضه حد جبري. هقسم الإشارة على الإشارة والعدد على العدد والرمز على الرمز، موجب على موجب. لو الإشارتين شبه بعض الناتج يطلع بالموجب، لو الإشارتين مختلفين الناتج يطلع بالسالب. القسمة زي الضرب، لو الإشارتين شبه بعض الناتج هيطلع بالموجب، لو الإشارتين مختلفين الناتج يطلع بالسالب. فبكده موجب على موجب هيساوي موجب. العدد على العدد، هقسم 15 على 3، 15 على 3 بتساوي 5. الرمز على الرمز، هقسم A تكعيب على A، الأساسين شبه بعض، هناخد واحد منهم ونطرح الأسس. في الضرب كنا ناخد واحد منهم ونجمع الأسس، إنما في القسمة هناخد واحد منهم ونطرح الأسس. الأساس هنا A والأساس هنا A، هناخد واحد منهم وهنطرح الأسس. الأس هنا 3 والأس هنا 1 بس مش مكتوب، أنت تفهم إن هو 1. 3 ناقص 1 بتساوي 2، يبقى 5 A تربيع أو 5 A أس 2. عايز أقسم 21 X على سالب 3، الإشارة على الإشارة والعدد على العدد والرمز على الرمز، موجب على سالب. الإشارتين مختلفين الناتج يطلع بالسالب، لو الإشارتين مختلفين واحد بالموجب وواحد بالسالب الناتج يطلع بالسالب. هقسم العدد على العدد، 21 على 3، 21 على 3 بتساوي 7. الرمز على الرمز، هنا في X وهنا مفيش، هينزل الإكس فيبقى سالب 7X. طيب عايز أقسم 12 A تكعيب على 3 A، هقسم الإشارة على الإشارة والعدد على العدد والرمز على الرمز، موجب على موجب. الإشارتين شبه بعض الناتج يطلع بالموجب. هقسم العدد على العدد، 12 على 3، 12 على 3 بتساوي 4. هقسم الرمز على الرمز، A تكعيب على A، الأس هنا 1، هناخد واحد من الأساسين ونطرح الأسس. هنزل ال A الأساس وهطرح الأسس. الأس هنا 3 وهنا 1، 3 ناقص 1 بتساوي 2، يبقى 4 A تربيع. عايز أقسم سالب 15 X تربيع Y تكعيب على 5 X Y تربيع. هنقسم الإشارة على الإشارة، سالب على موجب. الإشارتين مختلفين فالناتج يطلع بالسالب. هقسم العدد على العدد، 15 على 5، 15 على 5 بتساوي 3. هقسم الرمز على الرمز، هقسم الإكس تربيع على الإكس، هنا إكس وهنا إكس، هناخد واحد منهم وهنطرح الأسس. الأس هنا 2 والأس هنا 1 بس مش مكتوب، أنت تبقى فاهم إن هو 1. 2 ناقص 1 هيساوي 1، والأس 1 مش هيتكتب. هقسم واي تكعيب على واي تربيع، هناخد واحد من الأساسين اللي هو الواي ونطرح الأسس. الأس هنا 3 والأس هنا 2، 3 ناقص 2 بتساوي 1، والأس الواحد ما بيتكتبش فالناتج يبقى سالب 3XY. عايز أقسم سالب 24 A أس 5 B أس 3 C أس 2 على سالب 8 A تربيع B تكعيب. هنقسم الإشارة على الإشارة، سالب على سالب. الإشارتين شبه بعض الناتج بالموجب. هقسم العدد على العدد، 24 على 8، 24 على 8 بتساوي 3. هقسم الرموز على الرموز، A أس 5 على A أس 2، الأساسين شبه بعض، هاخد واحد منهم وأطرح الأسس. الأس هنا 5 والأس هنا 2، 5 ناقص 2 بتساوي 3. B تكعيب على B تكعيب، أي حاجة تقسمها على نفسها الناتج يطلع 1. فلما نقسم حاجتين شبه بعض ممكن نحذفهم مع بعض، البي تكعيب يروح مع البي تكعيب. طيب سي تربيع مفيش حاجة معاها هتنزل، فبكده الناتج بيساوي 3 A تكعيب سي تربيع. طيب لو عايز أقسم مقدار جبري على حد جبري، 12 X تكعيب ناقص 40 X تربيع ناقص 4X، ده مقدار جبري. عايز أقسمه على 4X، وال4X ده حد جبري. فبكده احنا بنقسم مقدار جبري
على حد جبري. هنقسم كل حدود المقدار على الحد الجبري 4x. هنقسم كل حدود المقدار على الحد الجبري 4x. هنمسك 12x تكعيب نقسمه على 4x، ونمسك سالب 40x تربيع نقسمه على 4x، ونفس الكلام سالب 4x هنقسمه على 4x. طيب نبدأ بالحد الأول، 12x تكعيب هنقسمها على 4x. الكلام ده بيساوي الإشارة على الإشارة، موجب على موجب هيساوي موجب، العدد على العدد. هقسم 12 على 4، 12 على 4 بتساوي 3. هنقسم الرمز على الرمز، x تكعيب على x. هناخد واحد من الأساسين ونطرح الأسس. الأس هنا 3 والأس هنا 1 بس مش مكتوب. 3 ناقص 1 بتساوي 2. طيب هقسم سالب 40x تربيع على 4x. ما تنساش الإشارة، سالب على موجب هيساوي سالب، الإشارتين مختلفين الناتج يطلع بالسالب. 40 على 4، 40 على 4 بتساوي 10. هقسم الرمز على الرمز، x تربيع على x. هناخد واحد من الأساسين ونطرح الأسس. 2 ناقص 1 بتساوي 1، فيبقى 10x. الأس 1 مش هيتكتب. هقسم سالب 4x على 4x. سالب على موجب هيساوي سالب، و4x على 4x بيساوي 1. أي حاجة تقسمها على نفسها الناتج بيساوي 1. فبكده الناتج 3x تربيع ناقص 10x ناقص 1. عايز أقسم المقدار الجبري 75x تربيع ناقص 125x أس 5 على الحد الجبري سالب 25x تربيع. اللي فوق في البسط مقدار جبري واللي تحت حد جبري، فهنقسم مقدار جبري على حد جبري. هنقسم كل حدود المقدار على الحد الجبري. هقسم 75x تربيع على سالب 25x تربيع، وهقسم سالب 125x أس 5 على سالب 25x تربيع. طيب الإشارة على الإشارة، موجب على سالب هيساوي سالب، إشارتين مختلفين الناتج يطلع بالسالب. 75 على 25 بتساوي 3. هقسم الرمز على الرمز، x تربيع على x تربيع هيروحوا مع بعض. أي حاجتين شبه بعض تقسمهم على بعض يروحوا مع بعض. فكده 75x تربيع على سالب 25x تربيع بيساوي سالب 3. طيب هقسم سالب 125x أس 5 على سالب 25x تربيع. سالب على سالب، إشارتين شبه بعض الناتج يطلع بالموجب. 125 على 25 بتساوي 5. x أس 5 على x تربيع، الأساسين شبه بعض، هناخد واحد منهم ونطرح الأسس. الأس هنا 5 والأس هنا 2، 5 ناقص 2 بتساوي 3، فيبقى سالب 3 زائد 5x أس 3. عايز أقسم 33 a تربيع b ناقص 77 b تربيع a زائد 11 a تربيع b تربيع على الحد الجبري 11 a b. هنقسم كل حدود المقدار على 11 a b. نبدأ بالحد الأول، موجب على موجب، الناتج يطلع بالموجب. 33 على 11 بتساوي 3. a تربيع على a، الأساسين شبه بعض، ناخد واحد منهم ونطرح الأسس. الأس هنا 2 والأس هنا 1، 2 ناقص 1 بيساوي 1، والأس الواحد مش هيتكتب، هيبقى ايه؟ هقسم b على b. طالما هما الاثنين شبه بعض ممكن تحذفهم مع بعض. البي على البي بيساوي 1، فخلاص 3 a في 1 بتساوي 3 a. طيب هنروح للحد الثاني، سالب 77 b تربيع a على 11 a b. سالب على موجب هيساوي سالب، إشارتين مختلفين. 77 على 11 بتساوي 7. هقسم الرمز على الرمز، b تربيع على b، الأساسين شبه بعض، ناخد واحد منهم ونطرح الأسس. 2 ناقص 1 بيساوي 1، والواحد مش هيتكتب. هقسم a على a، هما الاثنين شبه بعض ممكن نحذفهم مع بعض. a على a بتساوي 1، 1 في سالب 7b بيساوي سالب 7b. طيب هنقسم موجب 11 a تربيع b تربيع على 11 ab. موجب على موجب الناتج يطلع بالموجب، العدد على العدد. 11 على 11 هيساوي 1، الواحد المعامل ما بيتكتبش.
A تربيع على A. الأساسين شبه بعض، ناخد واحد منهم ونطرح الأسس. الأس هنا 2 والأس هنا 1. 2 ناقص 1 بيساوي 1، والأس الواحد مش هيتكتب. هقسم B تربيع على B. الأساسين شبه بعض، هاخد واحد منهم وهطرح الأسس. الأس هنا 2 والأس هنا 1. 2 ناقص 1 بيساوي 1، والأس 1 مش هيتكتب. الناتج يطلع 3A ناقص 7B زائد AB. عايز أقسم 7x تربيع مضروب في المقدار 8x تكعيب ناقص 8x تربيع ناقص 12. الكلام ده كله مقسوم على الحد الجبري 2x تربيع. بداية لازم نضرب 7x تربيع في القوس. هنضرب 7x تربيع في القوس، يعني هنستخدم خاصية التوزيع. هضرب 7x تربيع مرة في 6x تكعيب، ومرة في سالب 8x تربيع، ومرة في سالب 12. 7x تربيع في 6x تكعيب، موجب في موجب هيساوي موجب. 7 في 6 بتساوي 42. x تربيع في x تكعيب. في الضرب ناخد واحد من الأساسين ونجمع الأسس. الأس هنا 2 والأس هنا 3، فيبقى 5. 2 زائد 3 5. هضرب 7x تربيع في سالب 8x تربيع، موجب في سالب هيساوي سالب، و7 في 8 بتساوي 56. وهضرب x تربيع في x تربيع، هاخد واحد من الأساسين وأجمع الأسس. 2 و2 بتساوي 4، يبقى 56x أس 4 أو سالب 56x أس 4. هضرب 7x تربيع في سالب 12، موجب في سالب بيساوي سالب، و7 في 12 بتساوي 84. والإكس تربيع مفيش حاجة معاها تنزل، يبقى 84x تربيع. الكلام ده كله هنقسمه على الحد الجبري 2x تربيع. هنمسك كل حدود المقدار نقسمهم على الحد الجبري 2x تربيع. نبدأ بأول حد 42x أس 5 على 2x تربيع. الإشارة على الإشارة، موجب على موجب هيساوي موجب، و42 على 2 بتساوي 21. نص ال 42 بيساوي 21. x أس 5 على x أس 2. الأساسين شبه بعض، ناخد واحد منهم ونطرح الأسس. الأس هنا 5 والأس هنا 2. 5 ناقص 2 بتساوي 3. سالب 56x أس 4 على 2x تربيع. سالب على موجب هيساوي سالب. العدد على العدد 56 على 2. ال 56 نصها 28. 56 على 2 يعني نص ال 56، نصها 28. x أس 4 على x أس 2. هناخد واحد من الأساسين ونطرح الأسس. الأس هنا 4 والأس هنا 2، فيبقى x أس 2. هنقسم سالب 84 x تربيع على 2 x تربيع. سالب على موجب هيساوي سالب، و84 على 2 نص ال 84 هيساوي 42. وهقسم x تربيع على x تربيع. طالما هما الاثنين شبه بعض هيروحوا مع بعض. x تربيع على x تربيع بتساوي 1. 1 في سالب 42 بيساوي سالب 42. وبكده الناتج ده في أبسط صورة. هناخد مسائل كلامية على قسمة مقدار جبري على حد جبري. إذا كانت مساحة مستطيل تساوي 4x أس 4 زائد 8x تكعيب زائد 12x تربيع، وحدة مربعة. دي كده مساحة المستطيل، وأحد بعديه 4x تربيع. أحد البعدين للمستطيل 4x تربيع، وحدة طول. وجد البعد الآخر. احنا عارفين إنه المستطيل ليه بعدين اللي هما الطول والعرض، ولو عايز المساحة بضرب الطول في العرض. لو عايز مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. طيب لو عايز واحد من البعدين، لو عايز الطول أو عايز العرض، هقسم المساحة على البعد اللي مدهوني. هقسم المساحة على البعد اللي مدهوني هيديني البعد الآخر. يبقى لو عايز البعد الآخر هتقسم المساحة على البعد اللي معاك. فكده هنقسم المساحة على الحد اللي مدهوني أو البعد اللي مدهوني. المساحة كانت 4x أس 4 زائد 8x تكعيب زائد 12x تربيع. 12x تربيع على 4x تربيع، البعد اللي مديهولك هيدي لك البعد الآخر.
4 إكس تربيع. الكلام ده بيساوي، هنقسم حدود المقدار اللي في البسط على الحد الجبري 4 إكس تربيع. هقسم الإشارة على الإشارة والعدد على العدد والرمز على الرمز. موجب على موجب هيساوي موجب، مش هيتكتب. 4 على 4 بتساوي 1، الواحد المعامل مش هيتكتب. إكس أس 4 على إكس تربيع. هناخد واحد من الأساسين ونطرح الأسس. في القسمة بنطرح الأسس، الأس هنا 4 والأس هنا 2. 4 ناقص 2 بتساوي 2. هقسم موجب إكس تكعيب على موجب 4 إكس تربيع. موجب على موجب هيساوي موجب، و8 على 4 بتساوي 2، وإكس تكعيب على إكس تربيع. الأساسين شبه بعض، ناخد واحد منهم ونطرح الأسس. 3 ناقص 2 بتساوي 1. هناخد واحد من الأساسين اللي هو الإكس ونطرح الأسس. 3 ناقص 2 بتساوي 1، الأس الواحد مش هيتكتب. هنقسم موجب 12 إكس تربيع على 4 إكس تربيع. موجب على موجب هيساوي موجب، و12 على 4 بتساوي 3، وإكس تربيع على إكس تربيع هيروحوا مع بعض هيساوي 1. أي عدد على نفسه بيساوي 1. 1 في 3 بتساوي 3. فبكده إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 3 هو ده البعد الآخر. وطبعا هقول له وحدة طول متوازي أضلاع، مساحته 2 إكس تكعيب زائد 4 إكس تربيع زائد 10 إكس، وحدة مربعة، وارتفاعه 2 إكس. وحدة طول، اوجد طول القاعدة المناظرة لهذا الارتفاع. هو هنا مديك مساحة متوازي الأضلاع ومديك الارتفاع وعايز منك طول القاعدة. احنا عارفين انه مساحة متوازي الأضلاع اللي هي الايه بتساوي طول القاعدة في الارتفاع. القاعدة بنرمز لها بالرمز B والارتفاع بنرمز له بالرمز H. فهنضرب طول القاعدة في الارتفاع عشان نجيب المساحة. طيب أنا معايا المساحة ومعايا الارتفاع وعايز القاعدة، هقسم المساحة على الارتفاع. لو عايز القاعدة هتقسم المساحة على الارتفاع. المساحة اللي هي 2 إكس تكعيب زائد 4 إكس تربيع زائد 10 إكس، هنقسمها على الارتفاع اللي هو 2 إكس عشان نقدر نجيب طول القاعدة. فهنقول له القاعدة اللي هي البي بتساوي شرطة الكسر، هنقسم 2 إكس تكعيب زائد 4 إكس تربيع زائد 10 إكس، هنقسمهم على الارتفاع اللي هو 2 إكس. همسك حدود المقدار اللي في البسط هقسمهم على 2 إكس. 2 إكس تكعيب على 2 إكس، موجب على موجب بيساوي موجب، و2 على 2 بتساوي 1. الواحد المعامل مش هنكتبه. إكس تكعيب على إكس، الإكس والإكس شبه بعض، هناخد واحد منهم ونطرح الأسس. 3 وهنا 1، 3 ناقص 1 بتساوي 2، يبقى إكس تربيع. هقسم موجب 4 إكس تربيع على 2 إكس. موجب على موجب هيساوي موجب، و4 على 2 بتساوي 2، وإكس تربيع على إكس هناخد واحد منهم ونطرح الأسس. 2 ناقص 1 بتساوي 1، فيبقى إكس أس 1. الواحد مش هيتكتب. هنقسم موجب 10 إكس على موجب 2 إكس. موجب على موجب بيساوي موجب، و10 على 2 بتساوي 5، وإكس على إكس هيروحوا مع بعض. أي حاجتين شبه بعض تقسمهم على بعض هتحذفهم مع بعض هيروحوا مع بعض. فبكده طول القاعدة بيساوي إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 5، وحدة طول. احنا خلصنا الحصة. تعالوا نشوف حل الواجب للحصة اللي فاتت وناخد واجب حصة النهاردة. ده كده حل واجب الحصة اللي فاتت، ضرب المقادير الجبرية. وقف الفيديو وراجع الحل بنفسك، ولو عندك أي مشكلة اكتب لي في التعليقات. تعالوا نشوف واجب حصة النهاردة. ده كده واجب حصة النهاردة. لو كنتوا فهمتوا الدرس أتمنى نعمل لايك واشتراك في القناة وشير للفيديو عشان محتوانا يوصل لأكبر عدد من الناس. موفقين بإذن الله.